وربنا رحيم، ليه في نار؟ ليه في عذاب أصلا؟ سؤال بسيط، لكن إجابته ممكن تغير نظرتك للدين كله. ناس كتير شايفة إن الرحمة معناها إن مفيش عقاب، يعني لو ربنا رحيم فعلا كان المفروض كل الناس تدخل الجنة وخلاص. بس خليني أسألك سؤال، لو واحد قتل وظلم وسرق وفي الآخر اتساوى مع إنسان عاش حياته كلها كويس، هل ده عدل ولا ده ظلم؟ الرحمة لوحدها بدون عدل تبقى ظلم، وربنا مش بس رحيم، ربنا كمان عادل. تخيل نفسك ملتزم طول حياتك واتظلمت وتحملت، وتيجي تلاقي اللي ظلمك يوم القيامة بيتعامل نفس معاملتك. هل دي الرحمة اللي حابب تشوفها من ربنا؟ هل ده عدل؟ تخيل الوضع كده ورد بنفسك. الحقيقة إن ربنا بيقدم الرحمة قبل العذاب بكتير، بيديك فرصة تتوب، مش دي رحمة؟ بيغفر مهما كان ذنبك، مش دي الرحمة؟ الحسنة ب10 والسيئة ب1، ويفرح بتوبتك، يعني باب الرحمة مفتوح طول الوقت. طب مين اللي بيتعذب؟ مش أي حد، لكن اللي عرف الحق ورفضه، ظلم وأصر، عاش حياته كلها ضد ربنا بدون توبة. ربنا لا يعذب لأنه غير رحيم، بل يعذب لأنه عادل، ولو لم يعذب الظالم ما كان ذلك عدلا ولا رحمة. لو عندك شبهة تانية اكتبها في الكومنت، والفيديو الجاي ممكن يكون عنها.